السلام عليكم. المحتوى او الفيديو اللي كنقدمه في هذه القناه هذه عنده علاقه بكره القدم، ولكن شاء الله ما قدر فعل. كره القدم والرياضه بصفه عامه هي اخلاق اولا. اليوم كان من المنتظر اجراء المقابله الاخيره في دور المجموعات المؤهله لكاس افريقيا ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الليبيري، ولكن بسبب ضربات الزلزال الكارثه اللي عرفها المغرب في هاد اليومين هذه، تأجلت هذه المقابلة بتدخل من الجامعة الملكية المغربية وبموافقة أو باستشارة الاتحاد الإفريقي. شيء طبيعي، سلامة الناس هي الأولى، أرواح الناس مهمة. فكرة القدم أو المقابلة كتبقى يعني فقط كرة قدم. ممكن انها تاجل، ممكن تلعب، ممكن ما تلعبش بتاتا. اللي مهم هي السلامه ديال الناس. فاول حاجه انا لله وانا اليه راجعون. في الناس اللي توفاو الله يرحمهم، الله يصبر ذويهم، الله يصبر عائلاتهم. الناس اللي مصابين او الجرحى نتمنوا لهم الشفاء العاجل، والله يلطف. لأنه يقال ويشاع على أنه ممكن يكون أشياء أخرى أو ضربات أو هزات أخرى في الساعات أو الأيام القادمة. لا يعلم الغيب إلا الله. نتمنى الله يلطف بنا. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واقدر لنا خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم المتوفين، الله يصبر ذويهم، والله يلطف بنا. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. السلام عليكم.